السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد من قناة بادجات ساعدي. اليوم حبيت أشرح لكم هي شبه القصة صارت عندي من قبل 3 سنوات. تشوفون ذن الطيرين، هذا الفحل والأنثى، هذني قبل 3 سنين اشتريت. أحكي لكم على ذيك النثية، مو هذا الفحل. اشتريت تركيبة على أساس أطلع من عندهم ريمبو. فسبحان الله بيضت الطيرة كم يوم وفرخت. فمن فرخت فتحنا الباب بالخطأ وطارت النثية. فمن طارت النثية هاي طلعت هي وأختها شبيهة إلها. هاي النثية طلعت هي وأختها شبيهة إلها. فمن طارت النثية ظل الأب يأكل بيهن، وأنا شوية مساعدة تأكيل يدوي. فصارت طيرة كبرت. بس المشكلة اللي صارت عندي، اشتريت طيور من ولد صديقي فما أعرف بيهن، كانت سوسة ريش، يعني تساقط الريش عندي المرض. فانضربا ذني من ضمن الطيور، إنه تقريبا كان عندي بال60 طير، فصارت بيهن كلن سوسة ريش. فظليت أعالج بيهن. هاي الطيرة هسه قدامكم عمرها 3 سنين. فظليت أعالج بيهن، ما خليت شيء بالإنترنت، ما خليت علاج، ما طبقت عليهن. الحمد لله والشكر قضيت على هاي من السوسة الريش. بعدين أقول لكم شلون قضيت عليها والحمد لله، وعالجت المحمية كلها وسيطرت على المرض والحمد لله والشكر، تخلصت منه بشكل كامل. فهاي الطيرة طبعا ذنيك الباقيات ما كمل ريشن، فبقى تساقط ريش، وانا بقيتها ما ضجت من عندهن. يعني فترة 3 سنين كل ما انتج يطلع تساقط ريش عندي. فاضطريت ابيعهن الولد اخواتهن تقريبا 15 طير 20 طير، بعتهن الواحد على 1000 دينار من كثر ما مليت من سالفة سوسة الريش. فاحتزيت بهذني، حسيت بين قام ريش يطلع ينبت من جديد. فقلت خلنا خلين ذن الاثنين، بس بشرط اعزلهن من بعد ما عقمت المحمية، ويعني اخذت احتياطات وسقطت المحمية بالكامل. فبعت الاقفاص وعدت المحمية من جديد، الغرفة مالتهن طهرتها. فبقى ذني الاثنين احتزيت بين، قلت حرامات ابيعهن ذني، ليش ب1000 دينار؟ هذا الطير ريمبو خط اول يعتبر بنفسجي، مو مال 1000 دينار. وهاي طيرة اوبلاين، وهاي 3 سنين عمرها، تقريبا هذا 2 سنة ونص عمره. فقلت خلنا ازوجهن واخليهن بمكان بحيث بعيد عن المحمية، حتى خاف يبقى عندهن هذا المرض ما يأذن طيوري. الحمد لله والشكر خليتهن بما يقارب 6 أشهر. ورا ال6 أشهر بدأ الريش مالتهن يكتمل الحمد لله. فزاوجن طبعا انه هي مو من مستواه، هو طير غالي وهي طير عادية او بلاين، بس انا احتزيت بين لان امها طارت، وهاي طردت اشوف انتاجها الحمد لله. فبعد 6 أشهر فرخن. قلت اذا انتاجهن طلع تساقط ريش حتى اطلعهن بعد، حتى لو اعرف اعطيهن ببلاش، حتى لو اعرف اعطيهن ببلاش. فالحمد لله والشكر طلعن افراخهن، انتجن لي 6 افراخ. هسه الحمد لله هن مخاليف وعلى باب زواج. فمن فرخن 6 افراخ بقن هن كانت هي هاي سوسة الريش، الموعد مالتها عند الفطام يبدأ تساقط ريش تدريجيا منها على ما يصير الطير كأنما بس لحم مهلوس بالكامل، احنا نسميه الحامي بالله جمال ابنه. فالحمد لله ما ساقط ريش بناتهن. فقررت هسه راح ارجعهن للمحمية ويا اخواتهن، ان هسه لزمن بيت الحمد لله والشكر، بس انا ما خليت هذا الفعل وياها.
هذا الفحل خليته على اخته ذيك الريمبو قبل فتره، صورتن لكم قلت لكم ذني خليتن يزاوجن حتى نشوف انتاجن يصير احلى. فهاي الطيره هسه زاوجها الطير اخو هذا بس مو ريمبو، ذاك بنفسجي كلير وينج يعني صافي الجناح. فهاي قصتها الطيره، هاي عمرها 3 سنين ومعتز بيها، وان شاء الله هسه راح تنتج مره ثانيه، واذا انتجت راح اشوفكم الانتاج مالتها ويا هذا الطير الجديد. هسه احنا غيرنا، هسه هي كان فحلها هذا ريمبو وهي اوبلاين، ما ذبن عندي ريمبو، ذبن عندي اوبلاينات طيور عاديه، بس انه سبلت يسمونه حامل للجينات الريمبو. فهسه ان شاء الله ان الزمن بيت، بس مو هذا فحله قلت لكم. ان شاء الله في كم يوم انزل لكم افراخها اللي هي طلعا من عندها. وهاي القصه هي بسيطه بس يعني اعتز بيها وحبيت اشاركها وياكم، وارجوكم تشتركون بالقناه وتفعلون الجرس ولايك ومتابعه حتى القناه تكبر وتكبر، وبعد ان شاء الله مزيد من الفيديوهات ونشر ان شاء الله مستمر. وش ما عندي خبره وش ما تعلمت احب اشاركه وياكم، انتم تستاهلون اخوتي. وان شاء الله بعد منا وهيك راح ننزل فيديوهات اوسع وفيها معلومات قيمه. الى هنا تنتهي حلقتنا، الى اللقاء في امان الله، نشوفكم في فيديو جديد.